وسهلا فيكن. رح نعمل اليوم شرحات على العجين بالبيت مو بالفرن. عنا هون مجهزين كيلو طحين ناخلينه مسبقا، وعنا طبعا ملح وخميرة وسكر، وعنا مي دافية وكاسة مشان نحط فيها السكر والخميرة مع شوية مي. هلا حطينا السكرات والخميرة البودرة، ورح نحط فوقهم مي دافية طبعا، وبدنا نحركهم ونتركهم عبين ما يختمروا. بهالوقت هاد رح نحط الملحات ونحركهم مع الطحين. وهلأ صارت الخميرة عنا جاهزة، شايفين الرغوة؟ معناها الخميرة ممتازة. بنحركهم هيك مزبوط وبنحطهم فوق الطحينات، وبنبلش نحرك فيهم قبل ما نضيف المي. طبعا المي احنا بنضيفها بالتدريج، نشوف حاجتنا اللي حنحتاجها للعجينة، لأنه ما بدنا إياها لا قاسية ولا كمان طرية كتير. وهلأ بلشنا نزيد المي بالتدريج لنحصل على العجينة اللي احنا بدنا اياها. بنبلش نعجن شوي شوي، لأنه كل طحين بياخد كمية مي. وهلأ شايفين هيك العجينة لا هي قاسية ولا طرية. وهلأ بدنا نكورها هيك ونقلبها ونحط عليها شوي من الزيت مشان ما ينشف وشها، وبنتركها تقريبا من نص ساعة لثلاث ارباع الساعة لحتى تختمر. بالوقت هاد رح نرش على قماشة شوية طحين بتكون، ورح ندهن الخشبة اللي بدنا نرق عليها بالزيت، لأنه ما بدنا نرق بالطحين. هاي الأكلة بالذات ما بدنا نضيف لها طحين كتير. شايفين هيك عم ندهن الخشبة كامل بالزيت. هاي أنا الخشبة عملتها خصوصي للعجين. وهلا العجينة عنا اختمرت مثل ما شايفين، رح نبلش نكورها. أنا بدي أعمل قراص صغيرة للصغار، وبدي أعمل كمان قراص اللي بنعملها عادة. وهلا بلشنا نكور بالعجينة. شايفين هيك صار عنا العجينة جاهزة. بدنا نغطيها كمان بالقماشة نفسها، وبنتركها كمان نص ساعة لحتى ترتاح. وهالوقت هاد بنكون حطينا الصاج وجهزنا عليه ورق الزبدة، وشعلنا الفرن وعيرنا درجة حرارة 180 مشان يكون الفرن محمى مسبقا. بتكون العجينة بهالوقت هذا ارتاحت، نبلش نرق فيها. بدنا اياها لا رقيقة ولا سميكة، سماكة مقبولة. شايفين انا رح برجيكم الصغار هلا. هاي السماكة المطلوبة اللي بدنا اياها. حطيناهن على الصينية. طبعا انا مجهزة صينيتين. بنحط بقى هون شرحات اللية، وفوقها بنحط شرحات اللحمة. وهلا صاروا عنا القرصين جاهزين. بدنا نبلش ونغطيهم كمان بطبقة ثانية من العجين. أنا رققتها ومجهزتها. هيك صارت عندي العجينة أو القرص تبع شرحات العجين جاهز. وهلا بعد ما استوى شوفوا لي هالمنظر، بذمتكن مو شي بشهي. ولا تنسوني من دعمكن، وأهلا وسهلا فيكن.